لو عايزة الفراخ تكون مضمونة واكلك يكون مضمون ليكي ولأسرتك، لازم تجيبي الفراخ طازة، ما تجيبيش المجمد. الطازة طبعا بيبقى افضل بكتير في الطعم وكل حاجة، بس اهم حاجة انها اقولك بقى ازاي تتخلصي من الزفارة الموجودة في الفراخ. هقولك كل الاسرار، بس شوفيني لاخر الفيديو. ما تنسوش الاشتراك في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. اول حاجة هجيب عندي حلة او اي طبق وفيه مية. هحط حوالي نص كوباية من الدقيق وهدوبهم كويس. هبتدي اغسل الفراخ بيه كويس جدا، والدقيق بيتخلص بجد من جزء كبير من الزفارة الموجودة في الفراخ. بعد كده هشطف الفراخ بمية نظيفة، وهجهز مية تاني واحط فيها حوالي 3 ليمونات بقطعهم شرايح ومعلقة كبيرة من الملح، وببتدي اغسل فيها الفراخ، وممكن نسيبهم حوالي ساعة او نص ساعة. الجزء بقى اللي بنتخلص منه اللي انا وريته لكم ده في الفيديو ده لازم تشيليه، ده اللي بيسبب الزفارة بتاعة الفراخ. حتى لو سلقتيها لازم برضو تتخلصي منها، او هتعمليها بانيه او حمام كداب، لازم يتشال الجزء ده. بعد كده ممكن نسيبها بقى حوالي ساعة او ساعتين في المية، وبعد كده بنشطفها. وببتدي بقى اقطع عندي الفراخ. لو انا مثلا ممكن نقطعها بقى لو احنا هنعمل مثلا البانيه. ببتدي اشيل الصدور لوحدها والاوراق لوحدها. عملنا قبل كده البانيه والستريبس في القناة، وكل ده كنت بجيبه طازة، مش بجيب اي حاجة تكون من مجمدة او حاجة، لان الطعم الطازة مختلف خالص عن الاكل المجمد او الفراخ المجمدة، او حتى الستريبس الجاهز بلاش، لانه طبعا بيعملوه بزيوت مهدرجة، ممكن يديله نص قلية بزيوت مهدرجة. احنا هنا بنعمل كل حاجة طازة في البيت بتطلع تحفة. هبتدي اقطع بقى الصدر زي ما انتوا شايفين، قطعت الاوراق وشلتها برضو في اكياس. ممكن الصدر لوحده، قلنا الصدر ممكن نقطعه شرايح طولية نعملها ستريبس، او شرايح رفيعة للبانيه. ببتدي اقطع كده، وممكن كمان لو حابة اشيل الفرخة زي ما هي، ممكن نشيل الفراخ كده كاملة زي ما هي لو هنعملها مشوية. ببتدي اقطع الصدور ونخليها بالشكل ده، سهلة خالص وبسيطة. لو حتى انتي مش بتعرفي تخلي الفراخ، لو اتفرجي على الفيديو ده كويس وهتعرفي تخليها بكل سهولة خالص. وطبعا بنشيل برضو الجزء بتاع الكتف والجناح مش بيترمى. هبتدي برضو اقطع عندي واحدة كمان عشان تشوفوها. ده الصدر سهل خالص وبسيط. لو انت هتعملي فراخ مشوية ممكن نشيل الفرخة زي ما هي بالجلد بتاعها. لو هتسلقيها من غير الجلد ممكن برضو تشيل الجلد وتسلقيها من غير الجلد بتاعها. وببتدي اشيل كل جزء في كيس وبنحطه في الفريزر، وبينفعنا بقى في اي وقت. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك والشير. باي باي.